السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده هنعرف فيه فصائل الدم. ايه هي فصيلة دمك؟ تعرفها ازاي؟ ولو فصيلة دمك كذا ادي كذا، وايه هي اسماء فصائل الدم وجت منين الاسماء دي، ومكونات فصيلة الدم هي ايه. وطبعا الفيديو ده هتستفادوا جدا، فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابعني على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الديسكربشن. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. الأول عشان نعرف فصائل الدم هي A و B و AB و O. فصيلة الدم A في منها A سالب A موجب B سالب B موجب و AB موجب AB سالب و O موجب و O سالب. وليه بقى سموا فصائل الدم بالأسماء دي؟ زمايلنا العلماء لما شافوا فصائل الدم وجم يحللوها لقوا ان عندنا 4 اشخاص مثلا، ولقوا ان فصيله الدم بتاع الشخص ده او زمره الدم بتاع الشخص ده والانتيجين والانتيبادي بتوع الشخص ده الموجودين في كرات الدم، لقوا ان هي فيها مجموعه من البروتينات. قام قايلين على البروتينات دي ايه؟ حللوا للشخص رقم 2 ولقوا ان في مجموعه مختلفه عن البروتينات الثانيه فعطوها بي. ايه بعد ما جم يشوفوا الشخص الثالث لقوا ان في بروتينات من A وبروتينات من B الاثنين فيه فسموها AB. وبعد كده لما شافوا الشخص الرابع او الاخير معانا لقوا ان فصيله دمه هي 0 او O. فصيله دم مختلفه خالص او البروتينات بتاعتها مختلفه خالص عن A والB والAB مع بعضها، فعطوها الاسم 0. وبعد كده تحول الاسم ده وبقى اسمها فصيله الدم O. فصائل الدم دي انا ما ينفعش نقول فصيله دمي O استلف من اي حد تاني غير فصيله دم O، او لو انا فصيله دمي A ما ينفعش ادي في حد فصيله دمه B، او ما ينفعش ادي لحد فصيله دمه O. فعشان نعرف بقى ركزوا معايا قوي في الفيديو ده عشان نعرف فصائل الدم بتدي لمين ومين ومين. وطبعا انت عارف ان كل ثانيتين في شخص بيحتاج لنقل دم، وممكن نقل الدم ده يحييه او يرجعه من الموت للحياه تاني بايد ربنا باذن الله. عشان كده ما تتخيلش انك تروح تتبرع بالدم، بس تروح تتبرع بالدم في المكان الصح وتاخد الضمانات ان الدم ده هيوصل للناس الصح او الناس اللي محتاجاه فعلا. طيب ركزوا بقى معايا في الحته دي كويس جدا عشان هقول لكم مين يدي لمين وايه بتاع ايه. اول حاجه معانا وهي ان الشخص لو فصيله دمه A موجب هيدي ليه الاي موجب والاي بي موجب. طيب ولو الشخص ده فصيله دمه A سالب هيدي بيه الاي موجب والاي سالب، الاي بي موجب والاي بي سالب. طيب لو الشخص ده فصيله دمه بي موجب هيدي ليه فصيله دمه بي موجب واي بي موجب. طيب لو فصيله دمه بي بس سالب هيدي ليه فصيله دمه بي موجب وبي سالب واي بي موجب واي بي سالب. لو الشخص ده فصيله دمه او موجب هيدي ليه A موجب B موجب A B موجب و O موجب. طيب لو الشخص ده فصيلة دمه O سالب وهي دي الفصيلة الجامدة جدا، هيعرف يدي لكل الفصائل كلها، ودي فصيلة نادرة جدا مش بتكون موجودة الا في مثلا لو عندنا 100 هيكون موجود في 10 منهم فصيلة الدم الأو سالب دي اللي هي ممكن تدي لكل الناس وما تاخدش من حد. هي المعطاءة اللي بتدي الدم او بتدي الدم لكل الناس وما بتستلمش من حد الا الاو سالب اللي زيها، وهي يعتبر من الفصائل النادرة جدا. فزي ما قلت لكم ان كل ثانيتين في شخص بيحتاج لنقل دم عشان تنقذ حياته، فما تبخلش على انك تنقل الدم ده، وما تخافش ان اساسا دمك بيتغير كل 3 شهور، فلازم على طول ان نقل الدم ده حاجة صحية. ممكن نتكلم في فيديو خاص عن الموضوع ده. بس بكده خلصنا الفيديو. ما تنساش ان تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابعنا على اكونتات السوشيال ميديا. سلام.